هاد السيد هذا ليلة الدخلة غادي يلقى الزوجة ديالو غير بكر ماشي عزبة. إذا غير طرمالي على الراس ديالو وبدات كتطلب فيه، قالت ليه سترني الله يسترك، وفعلا سترها وكان تيثيق فيها ثقة عمياء. ولكن هي هاد السترة اللي سترها غادي تردها ليه واحد الحاجة اللي ما كانش خطر ليها على البال ديالو، وغادي يحصلها كدير شي حوايج اللي ستاج الوحش كما تنقولوا، واعتذر على الكلمة، شي حاجة الشيطان براسو ما يديرهاش، ولكن غادي تنال الجزاء ديالها بمعنى الكلمة هي قبل الاخرى. شنو دارت هاد السيدة هادي وشنو وقع ليها؟ هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه في القضية ديال اليوم. بقاو معنا. عليكم. القضية ديال اليوم غادي تسافر بنا الى مدينة الرباط. واحد العساس غادي من الخدمة ديالو غادي للدار ديالو مع 6 ديال الصباح، بقى ظليمة، واحد الزنقة اللي ما فيهاش الانارة، ما فيهاش الضوء. غادي يلقى واحد السيدة اللي لابسه واحد اللباس اللي هو لباس فاضح ما ساترها والو، وما لابسه تحت داك اللباس والو، اي ملابس داخليه ما لابساهمش. وهاد السيده هادي مقتوله ومضروبه للراس ديالها، وكاين فيها لاطراس في يديها، بين انه داك اللي صفى عليها كان مكتفها من يديها، وفيها كدمات في الوجه ديالها. ولكن الضربه اللي كانت قاتله هي الضربه اللي في الراس، ضربه كبيره لدرجه ان العظم ديال الراس ديالها كيبان. هاد السيد هذا تصدم بعد ما عرف هاد السيده هادي، وهاد السيده هادي كيعرفها هو مزيان. هاد السيده هادي كتسكن في العماره اللي حدا الباركينغ اللي خدام فيه هو. السيد بغا يتصل بالبوليس باش يخبرهم بهاد الجريمه هادي، بهاد الجثه هادي، ولكن ما عندوش فلوس في التليفون. وهنا زاد تعيط الغدو تيغوت باش يفيق الناس تمايا في هداك الدرب، وداكشي اللي كان زاد تيغوت. فاقوا الناس، تجمهروا الناس تمايا. واحد من دوك الناس غادي يتصل بالبوليس، جاو البوليس عين المكان، عيطوا السيارة ديال نقل الأموات دات هاد السيدة هادي لمستودع الأموات باش يطلع عليها الطبيب الشرعي ويقول لهم الأسباب ديال الوفاة. بعد ما صيفطوا السيدة لمستودع الأموات غادي يديروا تمشيط لعين المكان تم، لأنه تبين لهم أن السيدة ما مقتولهاش تم، أنها مقتولة في بلاصة أخرى. داروا تمشيط لديك البلاصة، ما تعرف تكون مقتولة غا تمايا في شي طوموبيل، ولا مقتولة غا تماني في الزنقة، ولا يحصلوا على شي حاجة اللي توصلهم للمجرم ولا المجرمون اللي داروا هاد الفعلة في هاد السيدة هادي. هنا بعد ما داروا تمشيط ما لقاو والو، بداو التحقيق مع المكتشف الجريمة اللي هو العساس. قال لهم ودي انا غادي للعمل ديالي، غادي للدار ديالي، انا راه عساس في واحد الباركينغ اللي هنا قريب، غادي دايز نقبض الطريق، اختصر الطريق من هذاك الدرب اللي هو مظلم. بعد ما جا عنده الصديق ديالو اللي بيعص بنهار، قال لهم غادي في هذه نتفاجئ لقيت هاد السيده هادي مقتوله هنا. ومنين ضوى عليها بالبيل ديالو اللي كيستعملو هو في الخدمه، شاف ان الوجه ديالها السيده هادي كيعرفها، ساكنه في العماره اللي هو خدام في واحد الباركينغ وحدا واحد العماره. ديك العماره اللي حداه هي فين تسكن هاد السيده هادي. قال لهم السميه ديالها، قال لهم هاد السيده راه الاسم ديالها كريمه، وراه مزوجه واحد السيد اللي عنده هري معروف في السيكتور تمايا، وراه ما عندهمش وليدات. غادي يدونوا هاد المعلومات كلها اللي قالها العساس، وغادي ياخذوا النمره ديالو، وغادي يقولوا الا احتاجيناك نعيطوا لك. وغادي يوريهم الدار فين كتسكن، الشقه فين كتسكن هاد السيده هادي كريمه. مشاو كيدقوا، كيخرج لهم الزوج ديال كريمه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت هو الزوج ديال كريمه؟ هي. قالوا لي الزوجه ديالك فين كاينه دابا؟ فين هي؟ قال لهم الزوجه ديالي في الخدمه. قال لهم راه السيده كتخدم بالليل
فواحد الشركة اللي كتصنع هادشي ديال المواد الغذائية. والسيد هذا تصدم ملي لقى البوليس قدام الباب، قال لي واش الواقع؟ هنا غادي يقول لي بان الزوجه ديالك تلقات مقتوله في واحد الدرب اللي هو قريب منكم هنا، وراه لقاها العساس اللي هو عساس هنا في هذا الباركينغ اللي حداكم. داوه المستودع الاموات، تعرف على الزوجه ديالو، لقاها فعلا زوجه كريمه. وهنا سؤال مطروح، شكون اللي صفاها لهاد السيده وشنو الدافع اللي خلاه انه يدير فيها الفعله؟ هنا غادي يشكو في الزوج، ياك ما هاد السيد هذا بينو مع الزوجه ديالو شي مشكل، واصلا هي ما خدامه بالليل ما والو، ياك ما حصل عليها شي حاجه. غادي ياخدو اذن من النيابه العامه، دخلوا تيفتشوا الدار، ولكن تلقاو الدار عاديه، السيد كان تعيش الحياه ديالو عاديه، وقال لهم راه الزوجه ديالي كتخدم بالليل. فينا بلاصه كتخدم هاد السيده هادي؟ قال لهم كتخدم في الشركه الفلانيه، عطيهم الاسم. وحتى العساس اكد هاد المعلومه بان السيده كتمشي معروفه كتخدم في واحد الشركه. مشاو لديك الشركه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قالوا ودي واحد السيده لقيناها مقتوله والاسم ديالها كذا كذا، الكنيه ديالها كذا كذا، وعطانا الزوج ديالها بانها هي خدامه عندكم. هذيك الشركه غادي يقلبوا وغادي يقولوا هاد السيده فعلا كانت خدامه عندنا، ولكن راه ما بقاتش خدامه. قالوا شحال ديال المده هادي ما خداماش؟ قالوا ودي 3 شهور باش ما بقاتش خدامه. وشنو السبب ديالها ما بقاتش خدامه؟ واش مشات لراسها ولا جريتو عليها؟ قال ودي لا، راه السيده هادي ما مزياناش، وعندها علاقات متعدده مع الخدامه كاملين، تقريبا كاع الدراري اللي جون وداكشي كاع كدير معاهم علاقه، وكتجينا اخبار بان السيده ما مزياناش. حتى لواحد النهار غادي تحصل هي والشاف في الحمام، حصلوهم وانتما غادي يجريو عليها هي وهاد العساس، هي وهاد الشاف هذا، وراه 3 شهور باش جرينا عليهم بجوج. هنا بعد ما خداو هاد المعلومات من الشركه بان السيده كاذبه على الزوج ديالها وكتقول لي كتمشي للخدمه، وهي شوف فين كتمشي. غادي يمشيو يقلبوا على هاد الشاف هذا اللي كان حصل هو وياها في الحمام، واللي جراو عليهم بجوج. خداو المعلومات ديالو من الشركه حكم ان الوثائق ديالو فوتوكوبيت لاكارت والمسائل عندهم. مشاو كيدقوا، هاد السيد هذا ساكن غير بوحدو، ما ساكنش مع العائله ديالو، اي في شقه، وهو ماشي ولد مدينه الرباط. هاد السيد هذا الاصل ديالو من مكناس، غير هو جا قلب على خدمه في مدينه الرباط وخدم هنايا في مدينه الرباط. تيدقوا، السيد ما كيجاوبش، الشركه عطاوهم حتى نمره التليفون ديالو، كيصونيو كيسمعوا التليفون تيصوني وسط الدار وسط الشقه، ولكن السيد ما كيجاوبش. واحد المعلومه نسيت ما قلتهاش لكم، بان كريمه عندها طوموبيل، والطوموبيله ديالها ما تلقاتش حدا الدار ديال الزوج ديالها، ما تلقاتش حدا الشركه. فين غادي تلقى؟ غادي تلقى حدا الدار ديال هاد الشاف هذا اللي كان خدام هو وياها وجراو عليهم بجوج، تلقاه تم. هنا غادي يردوا الخبر على النيابه العامه بان السيد التليفون ديالو كيصوني وهو راه ما كيجاوبش، والسياره ديال السيده لقيناها قدام الدار ديالو حدا العماره فين ساكن هو. هنا غادي يعطوهم اذن باش يدخلوا يفتشوا الدار، هرسوا الباب، دخلوا، وتما غادي تكون صدمه اخرى. غادي يلقاو في غرفه النوم هاد السيد هذا مضروب في الراس ديالو كيف ما مضروبه كريمه، مضروب في الراس ديالو، ولكن هو الراس ديالو مضروب اكثر، وما فيش ضربه وما فيش جوج، فيه اكثر، وتا هو فارق الحياه. عيطوا السيارة ديال نقل الاموات، داتو لمستودع الاموات، عرضوه على الطبيب الشرعي، وتما غادي يلقاو الصاك ديال الضحيه الاولى اللي هي كريمه.
البطاقة الوطنية ديالها، الصاك ديالها اللي كتستعملو كاين تما، والسيارة ديالها مبلاصية حدا العمارة. وغادي يلقاو العينات ديال الدم ديال الضحية اللي هو الشاف كاينة تما، وحتى ديال كريمة كاينة تما. وهادشي تبين لهم بأن كريمة تقتلت تم. وهنا السؤال مطروح، شكون صفاها الكريمة؟ شكون اللي صفاها لهاد الشاف اللي كان الشاف ديالها فاش كانت خدامة؟ وهنا الشكوك غادي تكون تجاه الزوج. وربما هاد السيد هذا فطن ان الزوجة ديالو ما بقاتش خدامة وكتكذب عليه، وتربص ليها وحصلها وصفى عليها. ولكن هاد السيد هذا عنده حجة غياب وعنده شهود، كاين الكاميرات. هاد السيد ما لقاوش ضدو حتى شي حاجة. وحتى التقرير ديال الطبيب الشرعي تيقول بان هاد الشاف هذا تقتل حوالي 12 ديال الليل. ولكن كريمة ما غادي تقتل حتى دازت 3 سوايع من وراء المقتل ديال الشاف، عاد غادي تقتل. وغادي يلقاو ان كريمة عندها علاقة رضائية، غادي يهزو لا دي ان وغادي يخبيوه عندهم الى بان شي مشتبه فيه، وغادي يقارنوه بلا دي ان ديال الضحية اللي مات معاها، وغادي يلقاو لا دي ان ديالو تا هو كنتم. والتقرير ديال الطبيب الشرعي تيقول بان السيدة دارت علاقة مع 2 ديال الرجال. اي الضحية الشاف دار معها علاقة، ولكن كاين واحد الشخص اخر دار معها علاقة حتى هو. ولقاو الاطراس ديال التعذيب على هاد السيدة هادي، انها مكتفة من يديها وعليها كدمات في الوجه ديالها. العساس ديال العمارة فين اللي تقتلت فيها كريمة والشاف مشاو تيحققوا مع محققين. السيد تيقول لهم هذيك الليلة ما شاف والو، ما كاينش حاجة غريبة وشافها تما. قالوا لي ما شتيش؟ هاد الشاف هذا منين جات عنده هاد السيدة؟ قالوا دي شتها، وماشي اول نهار كتجي عنده، كتجي عنده شبه يومي، كل نهار تجي عنده. قالوا لي علاش ما ديكلاريتيش؟ قال لي مودي ماشي شغلي ماشي خدمتي هادي. قال لي مودي جاو عندي الجيران وقالوا لي خاصك ديكلاري ولا خاصك تجري عليهم. هاد السيد هذا ممزوج بهاد السيدة هادي كل نهار تيجيبها، زائد انهم كيديروا الهرج تما، موسيقى صداع بزاف. العساس قال لي ما ودي من جاو عندي الناس قلت لهم انا ماشي شغلي وانا ما باغي نخسر مع حتى شي واحد في هاد العماره، سيروا ديروا خدمتكم تجمعوا وسيروا عند البوليس ديكلاريو. وقال لهم واحد المعلومه اخرى، قال لهم هاد السيده هادي راه ما عندهاش علاقه غير بهاد الشاف هذا، راه عندها علاقه حتى بصاحبه، وصاحبه عنده الدوبل ديال السارود ديال الشقه ديال الشاف. وقال لهم حتى بعد ما تيكونش كاع الشاف في الدار هنا، صاحبو كيجيب كريمه وكيطلعها لهاد الشقه هادي. سولو البوليس واش هاد صاحبو هذا كتعرفو فين تيسكن فين خدام تعرف عليه شي حاجه؟ قال ودي لا ما كنعرفش، تنعرفو في وجهو والاسم ديالو، الاسم ديالو كامل، الوجه ديالو شتو نعرفو، ولكن الكنيه ديالو فين تيسكن ولا شنو هي الحرفه ديالو ولا المهنه ديالو ما عرفش. غادي يخبروا العائله ديال الشاف اللي كاينه في مدينه مكناس، قالوا بان الولد ديالكم غتلقى مقتول، هو واحد السيده. خبروهم بالواقعه كامله وبالشهاده ديال العساس. وهنا غادي يقولوا العائله بغيناكم تعاونوا معنا، واش هاد السيد هذا عمرو قال لكم خاطب هاد السيده باغي يتزوج بها؟ عنده على عمرو تشكى لكم من شي حد كيضايقو؟ قالوا ودي لا، هاد السيد هذا جا
لمدينة الرباط من طرف دعوة ديال الصديق ديالو، قال لي غير جي وندبر لك على خدمة ونعاونك حتى تخدم. هنا غادي يسولهم على الأصدقاء ديال هاد السيد هذا ديال الشاف. العائلة ديالو تيقولوا بأن هاد الشاف هذا عنده بزاف ديال الأصدقاء، ولكن كلهم في مدينة مكناس. صديق واحد اللي عنده في مدينة الرباط، في مدينة الرباط، واللي الاسم ديالو كذا كذا، الاسم ديالو كمال. قالوا واش عرفتو فين تيسكن؟ قالوا لي عارفينو فين تيسكن، لأن السيد هذا صديق ديال الولد ديالنا، وفايت عارض علينا مشينا عنده. السيد لاباس عليه ماديا، عنده محلات تجارية، عنده الدار ديالو بخير وعلى خير. العائلة ديال الشاف غادي يورو المحققين الدار ديال الصديق ديالو كمال. مشاو تيدقوا، كتخرج لهم الزوجة ديالو. واش هنا كيسكن كمال؟ كتقول لهم هي هدية الدار ديال كمال. فين هو دابا؟ قالت لهم راه في الخدمة، في المحل كذا كذا، في العنوان كذا كذا. غادي يمشيو وغادي يعتقلوا هاد كمال. جابوه واجهوه بهاد الحقائق ديال المقتل ديال الصديق ديالو اللي هو الشاف وهاد السيدة هادي كريمة، وقالوا ليه بأن العساس يقول بأنك انت كنتي كتمشي عنده، وكنتي بعض المرات كتمشي حتى في الغياب ديالو كدي معاك واحد السيدة اللي الاسم ديالها كريمة. كمال تينفي نفيا كليا، تيقول لهم انا كنت نمشي عند الصديق ديالي، ولكن السيدة هادي عمرني تلاقيت بها ولا عرفتها. ولكن العساس تيقول نقيض ديال كلامه، تيقول بان هذا الصديق هذا كمال تا يجيب كريمة في الحضور ديال الصديق ديالو وحتى في الغياب ديالو، وعنده الضوء ديال السالوت. هنا غادي يهزو لا دي ان ديالو، وغادي تلقى وغادي يقارنوه مع لا دي ان اللي تلقى في الضحية كريمة، لا دي ان الثاني، وغادي يخرج متطابق. هذه وحده. غادي يقلبوا السيارة ديال الضحية اللي هي كريمة، وقلبوا البصمات. غادي يلقاو البصمة ديال كريمة، والبصمة ديال الزوج ديالها، والبصمة ديال الشاف، والبصمة حتى ديال كمال صديق ديالو. البصمة ديال الزوج أمر عادي، كيركب مع الزوجة ديالو مرة. البصمة ديالها هي أمر عادي، الطوموبيلة ديالها هاديك. البصمة ديال الشاف الشركة والعمال وداكشي كلهم أكدوا بأنه كانت عنده علاقة بهاد السيدة، وراه كيمشي معاها في الطوموبيل وعنده علاقة بها. ولكن إلا كان هو اللي قتلها، شكون اللي قتلو هو؟ بقات ليهم البصمة ديال كمال، هو تيقول ما تيعرفهاش نهائيا، ولكن لا دي ان ديالو تلقى فيها، وزائد البصمة ديالو تلقى في السيارة ديالها، والعساس كيشهد بأنه كيطلع تم. غادي يحجزو على التليفون ديالو وعلى المفاتيح ديالو، وغادي يلقاو بأن فعلا عنده الضبل ديال السالوت. لاش كتجي لهاد الدار هادي والصديق ديالك ما كاينش؟ سيدو بقى غادي يبرق في عينيه، اجاب لا دي ان ديالك للسيدة، وجاب البصمة ديالك السيارة ديالها. السيد غادي ينهار وغادي يعاود ليهم كلشي. قال لهم واحد النهار مشيت لعند الصديق ديالي اللي هو كان خدام في ديك الشركة شاف، مشيت نزورو تمايا في الشركة في الخدمة، وتما غادي تبان ليا كريمة. وهنا بقيت كندردش انا وياها وعجباتني. وهنا غادي نمشي لعند الشاف، غادي نقول لها ودي هاد السيدة اللي خدامة معاكم راه بغيت نتعرف عليها وعجباتني. زاد هو كيضحك وقال لي ياك اصاحبي انت مزوج؟ قال لي واخا مزوج، انا بغيت ندوز بها غير الوقت، ولكن ما زعمتش قال لي نبادر ونقول نطلب منها العلاقة ولا. هنا الشاف قال لها ودي السيدة راه خارجة الطريق، والسيدة ما زاكياش غير يقول ما خفتي والو، ما يكونش عندها شي ردة الفعل اللي خايبة. وقال لي غادي نعطيك النمرة التليفون ديالها، ولا تفاهمتي انت وياها نعطيك الساروت وديها للبليصة،
اي الدار اللي هي كارهه الشاف. قال لي واش انت ما عندكش بها علاقه؟ ما قال لي لا لا بعيد، انا تندردش انا وياها في الخدمه، انا الشاف ديالها ولكن ما بيني معاها حتى شي حاجه. قال لهم منين قال لي بانه ما عندوش علاقه بها، صافي تكونيكتيت انا وياها، طلبت منها انها تمشي معايا للشقه ديال صاحبي، وافقت. عيطت ليه وقلت ليه راه بغيت نديها الشقه، قال لي الله يسخر سير. وبقيت كنديها حتى في الحضور ديالو فاش تيكون هو في الدار، كنديها هو كنمشي للغرفه ديالو وانا كنمشي للغرفه ديالي انا وياها، وكنقصر معاها بالوجود ديالو وبالعدم الوجود ديالو. وهاد السيده هادي نهار جراو عليها من الخدمه هي وياه، هو دبرت ليه في خدمه جهه اخرى، هاد الخدمه اللي خدم فيها وجراو عليه منها انا اللي دبرت ليه فيها، ولكن من جراو عليه دبرت ليه في خدمه واحده اخرى. وهي بقيت كنتهلا فيها وقلت لها بلا ما تخدمي، شحال كتشدي 3000 درهم في الشهر ما نعطيها لك. قالت لي حتى واحد النهار جات عندي قالت لي يا اختي بغات دير عمليه، وطلبت مني مبلغ ديال الفلوس ديال العمليه وديال التحاليل الى اخره. قال لي عطيتها الفلوس، وكنت فين ما جيت كنعطيها الفلوس بلا حساب مهلي فيها. ولكن كنتفاجئ ان هاد السيد هذا اللي هو صاحبي عنده علاقه مع هاد السيده اللي انا معاها، وانهم بجوج دايرين الوسط وكيضحكوا عليا وكيستغلوني ماديا. قالوا لي باش عرفتي بان السيد صاحبك اللي هو الشاف عنده علاقه بكريمه؟ قال لي ما ودي واحد النهار جيت للعماره كيف ما العاده، تلقى لي الاساس، قال لي الله يجازيك بخير راه بغيت نقول لك واحد الكلمات وما ديرش مني قلة صواب. قلت له تفضل. قال لي الا ما هضر مع داك السيد صاحبك راه كيجيب هذيك كريمه وكيطلقوا الموسيقى وتيبقاو والناس كيسمعوهم وكيتشكاو، لما هضر معاه قولها ودي ما يطلقوش موسيقى وراه الناس ساكنين تما بوليداتهم وهادشي يكون شويه تاع احترام. هنا هاد كمال غادي يتفاجئ، قال لي على كلمه كتجي من غير ما نكونش انا كتجي هنا. قالت ليه قال لي كتجي، راه كتجي ديما هنا. وهنا غادي يفهم بان هاد صاحبو اللي هو الشاف عنده علاقه بكريمه حتى هو. قال لهم وكنت دائما منين هي كتجي عنده كتجي عند هاد الشاف هذا كيعيط، هو الشاف تيعيط لصاحبو كامل تيقول ليه فين كاين باش يطمئن ان هاد السيد ما غاديش يجري عنده ويحصلهم. قلت له قال لهم وانا على حسن نيه ما فراسي والو، كنت نقول ليه راني هنا راني هنا وراه ما غاديش نجي اليوم، وهو كان تيستغرب الظرفيه. قال لهم هذيك النهارات غادي نجيب واحد السياره ديال الصديق ديالي اللي ما عرفهاش هو، وغادي نبلاصي بعيد وحديت كريمه واش غادي تجي عنده ولا لا. قال لي مع السيد تتبان لي كريمه جابت الطوموبيل ديالها بلاصات وطلعت عنده. قال لهم غادي ندير اماش الطوموبيل ديالي، مشيت حتى لحقت ديك 12، جيت وبديت اساس على اساس يمشي للكاريطه ديالو وانا نطلع. قال لهم غا مشى هو للكاريطه ديالو بيقضي غرض ولا بيناس وانا نطلع. عندي الدوبل ديال السالوت، دخلت لقيتهم كيف ما ولدتهم الام ديالهم وطالقين الموسيقى على حدها وما سمعونيش فاش حليت الباب. وقال لهم كنت داي معايا العده ديالي اي الزرواطه ديالو. قال لهم مجرد ما حليت البواني ديال الباب غادي نضرب هذاك الشاف لوسط الراس ديالو طاح، عاودت جوج ضربات اخرين مباشره غادي نزرب على كريمه حتى تلمس على عنقها. قلت لها تغوتي ولا ديري شي حركه نخشى عليك في قلبك. وكنت داي معايا قنبه. قال لي ما غادي كتفتها وغادي يعتدي عليها بواحد الوحشيه، وكنظن انكم فهمتوني بطريقه اللي عاديه وبطريقه اللي غير عاديه اللي يستعمل فيها حتى واحد الحديده. المهم قال لهم بعد ما داز 3 سوايع بعد ما قتل الصديق ديالو وبعد ما عذبها مزيان بقى يوجه لها كدمات وتعدى عليها، غادي يصفيها حتى هي ضربها وسط الراس بديك الزرواطه وصفاها عليها وهزها بالطوموبيله ديالها وداها رماها في هذاك الحي فين تلقات مقتوله، ورجع حط السياره ديالها وهز السياره ديال الصديق ديالو اللي هي طالبها من عنده ومشى في حالته. وقال لي العساس ما شافنيش.
هاد السيد هذا من بعد الاعتراف ديالو غادي يتقدم للمحاكمة وغادي يتحكم بالمؤبد. العبرة من هاد القصة راه واضحة بوضوح الشمس، وكنظن اي واحد عرف العبرة مأخوذة من هاد القصة هادي. ما كاينلاش نزيد نطول عليكم فيديو ونشرح لكم شنو هي العبرة وشنو اللي خاصكم تاخذوا احتياطات من الاصدقاء ديالكم، من لونطوراج ديالكم، من الازواج ديالكم، من الناس اللي كتعاملوا معاهم عامة. واحد المعلومة اللي نسيت ما قلت لكمش، ان هاد السيدة نهار تزوجت الزوج ديالها لقاها ماشي بنت وسترها، وهي كانت عندها علاقة مع هاد الشاف قبل ما تزوج بالزوج ديالها، والزوج ديالها طلع ولد الناس وسترها، ولكن هي غادي تبقى مع داك الشاف الى ان حتى فرقتها الحياة. الى حلقة جديدة ان شاء الله. خوتي بنطلب منكم واحد الطلب، اي واحد وصلت لهنا ما يبخاش عليا باللايك والبارطاج، وخلوا لي تعليق على الحلقة.